شكل الحضور الجماهيري في مباريات نادي النصر السعودي خلال الأعوام الثلاثة الماضية حالة لافتة للأنظار نتيجة الارتباط الكبير بين المدرجات والفريق. وجرت العادة في المدرجات الرياضية السعودية أن تكون أرقام الحضور متذبذبة في المباريات ومرتبطة بالنتائج وتحقيق الانتصارات والصعود إلى المنصات الذهبية، إلا أن نادي النصر وجماهيره خرجت عن هذه القاعدة، بل أنها سجلت لنفسها حالة خاصة جدا، وهي أن الارتباط يتضاعف مع أي انكسارات يتعرض لها الفريق. ولعل قيام الشارع النصراوي بحمل النادي إلى لقب أفضل فريق في دوري زين السعودي أكد على أن الشريحة المؤثرة في أي جانب تفاعلي بعيدا عن العدد، لكونها قضية تثير الكثير من الجدل في الشارع المحلي، إلا أن لقب أفضل فريق في الجولة أكد على أن الشريحة المؤثرة تتمثل في المدرج النصراوي في المرتبة الأولى. التنافس على الجماهيرية هو حق مشروع لكافة الأندية السعودية، وهي قضية جدلية طويلة، إلا أن لقب الجمهور الأكثر تفاعلا ودعما لناديه يظل لقبا مشروعا أيضا للمدرج الأصفر، حتى وإن حاول الكثيرون تقديم صور أخرى في هذا المدرج أو ذاك، إلا أن الأمر برمته يظل حالة تستحق الدراسة وبتمعن أيضا، لأنها حالة إيجابية لا بد من تعميمها بشكل أكبر. للحديث في هذا